بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المرة اللي فاتت اتكلمنا في فكرة سريعة عن الشخصية وإزاي تشفى وتتعافى. المرة دي عايز أتكلم بتفصيل أكتر. حد يسألني أنا بجاهد وبتعب قوي وبصوم وبصلي، ليه أنا معطل روحيا؟ أو ليه مش ببقى زي القديسين؟ ليه عندي خطايا متكررة بعملها بزعلان منها ومع ذلك بكررها تاني وبشكل قهري مش عارف ابطلها؟ ليه بشوف نفسي دايما صح وببقى مستاء وشايف الناس غلط وهم مقتنعين ان انا غلط؟ مين اللي الصح اللي فينا؟ ليه بتصادم مع بعض الوصايا الالهيه، مش عجباني الوصيه وشايف ربنا يعني انت لو قلتها كده ما كان تعملها بشكل نقدر ننفذه؟ دي مستحيله، دي مش صح، دي ما تتعملش. فعند مناطق متعثر فيها احنا كلنا محتاجين شفاء بلا استثناء. وطالما الحته دي معطله عندنا يبقى عندنا شويه حاجات في النفس والصحه النفسيه محتاجة تشفى. الصحة النفسية هي ضرورية للعلاقة مع الله، لأن النفس دي هي الأداة اللي بتعامل بها مع الله، مع الروح والعقل، والجسد أيضا يشترك في العبادة. لكن نفسيتي بتحكم عليا في علاقتي بالله وبتأثر في العلاقة دي. نفسي دي زي البذرة اللي عايزة تتزرع وتتروي، واهتم بيها واسمدها واصبر عليها واطول بالي جدا لغاية ما تنضج وتستوي واقدر اتعامل مع الله بنضوج ومع الآخرين أيضا بنضوج. ودي رحلة مش قرار واحد ولا موقف واحد. ممكن اخد قرار نبدأ الرحلة، لكن مش قرار هاخده اصبح تاني يوم انا شخص رائع وممتاز ما عنديش ضعفات، حياتي جميلة وزي الفل. فهي رحلة طويلة محتاجة وقت ومجهود، ولكنها تستحق العناء، تستحق ان انا اتعب فيها. الرحله دي بتوريني نفسي من جوه بتفكر ازاي. السلوك الظاهر ده في قده 7 مرات ادوات قياده داخليه بتتحكم في السلوك. انا اعرف توم والسبع تتمان ده مخفي مش واضح، انا ما اعرفوش. عشان كده الحتت اللي اعرفها عن نفسي اقل بكثير جدا من اللي انا ما اعرفهاش عن نفسي. فهي رحله استبصار بالدوافع اللي بتحركني، بالرغبات اللي بتتحكم فيا، بالضعفات اللي بتحكم في سلوكي. وده كله أنا محتاج أشتغل عليه طول رحلتي مع ربنا عشان أقدر أوصل لنقطة حلوة ونقطة كده متينة، ما بقاش مخبي كتير وما بقاش مستخبي ورا ماسكات. مش شرط الحتة اللي مخبيها تبقى خطية على فكرة. ممكن أبقى مخبي إن أنا حساس، أنا بزعل من أي كلمة، فلانة دي زعلها صعب، اقعد زعلوها صعب مصالحتها، لو زعلناها في كلمة محتاجين شهر عشان نراضيها. فبقى مش عايز أعترف. ويقولوا في طريقين، إما الشفاء أو الإنكار، مفيش طريق في النص. أو أنا بنكر أو ما عنديش حاجة، أنا زي الفل، أنا كويس، ونسمع جملة كتيرة قوي ما إحنا هو زي الفل. بصراحة ما بنبقاش زي الفل ولا حاجة، يعني احنا اللي مش عارفين ان احنا تعبانين وبننكر ونقول احنا زي الفل، عشان يعني في حتة مش مستبصرين بيها، المنطقة عامية شوية انا مش فاهمها وانا مش عارفها في نفسي. كمان احنا بنصلي في وشية المرضى ان ربنا هو يشفي نفوسنا وامراضنا واجسادنا، وبنقول له الطبيب الحقيقي الذي لانفسنا واجسادنا وارواحنا. نعترف ان نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا كلنا ككنيسة وشعب موجود في الأرض لسه بنجاهد، محتاجين إلى هذا الشفاء. احنا المفروض نبدأ الرحلة، والرحلة خطواتها كتيرة قوي: معرفة الله ومعرفة النفس ومعرفة القوانين الحاكمة للتفاعلات تحصل جوانا عشان نعمل علاقة صحية مع الله. ممكن ما نبقاش مسؤولين عن الحاجات اللي حصلت فينا بدون إرادتنا في التربية، في التفاعلات مع المجتمع، لكن اللي وصلنا له دلوقتي واحنا واعيين احنا مسؤولين ان احنا نجاهد نغيره وننمو فيه. عشان اخد اول خطوه من الشفاء لازم اطلع اللي جوايا وافهمه واعرفه وابدا الرحله دي. من الاعاقات الكتيره اللي بتاثر فينا شعور الوحده مثلا. يعني ايه شعور الوحده؟ ان انا وانا وسط الناس بشعر بالغربة وإن محدش معايا، وأنا بتكلم وأتفاعل مع الناس بتفاعل بالقشرة اللي بره، ما أقدرش أقول حاجة عميقة ولا أقدر أقول إحساسي. كمان ساعات ببقى مغترب عن نفسي، في اغتراب إن أنا مع نفسي بعيد، نفسي دي بعيدة مش عارف أمسكها. مش بس وحدة مع الناس، ده أنا في اغتراب عن نفسي وغربة عن الناس اللي أنا موجود في وسط زحام وتعامل مع جماهير، لكن في نفس الوقت تعامل سطحي من بره وشاعر مفيش علاقة عميقة في حياتي بتسندني. عندي كمان مرارة من الإساءات، زعلان من فلان وفي غضب من فلان وفي حقد على فلان، مستاء من فلان. أنا ماشي بده، أنا ماشي وشايل الوجع بتاع الإساءات وشايل شعور الوحدة معايا. في شعور بالذنب، غلطت كم غلطة زمان والذنب دخل في شعور بالخزي، أنا شايف نفسي معيبة ومش حلوة وبوصمها والزق عليها صفات وربما شتايم. عندي صغر نفس وشعور بالدنيا. كل الإعاقات اللي أنا ماشي بيها دي معطلات في التقائي بالله، معطلات في تعاملي مع الآخرين. فأنا محتاج أتعامل مع المنظومة دي، الوحدة والذنب والدنيا والخوف والخزي، عشان أقدر أكون متمتع بصحة نفسية تؤهلني لمتانة العلاقة مع الله ومتانة العلاقة مع الآخرين. كمان علاقتي بنفسي تبقى صحية، فيها تحفيز وفيها تشجيع للنفس. فبكده
هل الصحة النفسية تؤثر على علاقتي بالله؟ نعم، لذلك نحتاج إلى شفاء نفسي لتحسين العلاقة مع الله، وتبقى علاقة صحية وعلاقة روحية وعلاقة تنميني، مش علاقة تدمرني. ولإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن وإلى أبد الآبدين وإلى دهر الداهرين، آمين.